متابعين الاعزاء، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد الاحوال. معاكم النهاردة هنعمل سمك بطريقة صحية وجميلة، ويعني فعلا السمك زي ما احنا عارفين ان هو وجبة كاملة متكاملة، وبتبقى مشهية، وطبعا بتفتح النفس على الاكل، ومفيدة للاطفال ومفيدة للكبار، وبالهنا والشفا للي يجرب. طبعا معايا التتبيلة عبارة عن ايه؟ عبارة عن ده توم مفروم، ومعايا كزبرة خضراء انا طحنتها في الخلاط، قصدي في الكبة، وكمان معايا توم باودر وبصل باودر، بابريكا، ملح وفلفل، كمون، وطبعا عصير ليمون، وشوية خل وشوية زيت. كل الحاجات دي انا جمعتهم كده، وطبعا خلطتهم مع بعض، وبقوا يعني جاهزين ان انا احشي بيهم السمك. وده السمك ده سمك بلطي، يعني بسم الله ما شاء الله جميل جدا. طبعا غسلته كويس جدا، وكمان نقعته في ميه وملح وكمان خل. بعد كده غسلته بالدقيق كمان، وطبعا عصرت عليه ليمون. انا هنا بعمل ايه؟ طبعا باخد السمكة كده، باخد فيها يعني زي فتحات صغيرة احشيها من الخلطة، وكمان هتساعد على ان السمك يستوي معايا كويس. وهنا بقى حشيت السمك بالخلطة اللي انا سابق قبل كده عملتها، وكان عندي شرايح من الليمون برضو. حشيت السمك من جوه، وطبعا الفتحات اللي انا خدتها معايا دي بالسكينة من الاول طبعا لازم احشيها من جوه من خلطة السمك. ليه؟ عشان تشرب برضو يعني جسم السمكة ياخد من التتبيلة، ويبقى طعمه حلو كده، يعني واخد طعم التوابل والثوم والخل والحاجات دي كلها. وطبعا كان لازم جسم السمكة برضو يتبل زي ما حضراتكم شايفين كده. وسبتهم بعد الكلام ده كله، سبتهم بتاع ساعة تقريبا برضو عشان يشربوا اكتر من التتبيلة. ودي صينية فرن صغيرة مع الشبكة بتاعتها، انا حطيت الشبكة من فوق وتحتها الصينية عشان اي سوائل تنزل تبقى على الصينية. حطيتهم بالشكل ده، وهدخلهم الفرن. مسخناها طبعا على درجة حرارة 200 على الشبكة. بعد ما خرجوا بقوا بالشكل الجميل ده، يعني فعلا صحي، ولا زيت ولا قلي ولا كلام من ده. وغير كده طبعا يعني الطعم جميل جدا، شارب من التتبيلة، والسمكة مستوية، وبالهنا والشفا اللي يجرب. ويا ريت اللي تعجبه وصفتي ما يبخلش عليا باللايك والشير. وطبعا شكرا كلكم حبايبي، وان شاء الله نتقابل على خير طبعا فيديو جديد بأمر الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.